احب اقول حاجه للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. انا ما ابتديتش معايا راجل اعمال بيدعمني او معايا حد بيساعدني في السفريات او حاجه. انا ابتديت عادي خالص. واحد من المنصوره بيلعب في نادي جزيره الورد، عمل نتائج. العيله عندي شافت ان انا ممكن اقدر اعمل حاجه في التنس على المستوى المحلي والدولي، ساعدوني. والدي طبعا كان متولي فكره ان هو يروح يتكلم مع رجال الاعمال. قدر في مره من المرات يتكلم مع مهندس ماجد حلمي، هو رئيس مجلس اداره نادي وادي دجله. المهندس ماجد رحب بالفكره، ساعدني. وهم احدى الاسباب ان انا اوصل للي انا وصلت له دوت. احب اكلمكم دلوقتي على التحديات والصعوبات اللي تواجه الرياضيين، وبصفه خاصه رياضه التنس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. هما 3 حاجات من وجهه نظري، فهو التعليم، التمويل، والورق الاجراءات الروتينيه. التعليم ما حدش قادر يفهم ثقافه ان ممكن لعيب تنس ما يكملش تعليمه، او ممكن يبقى مفضل الرياضه على الدراسه. ما حدش قادر يفهم النقطه ديت. كتمويل، انت محتاج عشان تدخل في التوب 100 انت محتاج تمويل ضخم. اما الاجراءات الروتينيه فاجراءات روتينيه، وطبعا كل الرياضيين اكيد عارفينها، فهي من اوراق بتحتاج وقت، سواء كان فيز، سواء كان اعتمادات من الاتحاد، سواء كان تصريح سفر. الحاجات دي اجراءات روتينيه. وجهة نظري في حاجات لو اتبعناها ممكن التنس يتحسن. نقدر نشوف كذا واحد، مش محمد صفوت امين من جوه ال 200 الاوائل. لو قدرنا نوفر الدعم الكامل للاعيبه التنس، بحيث ان هم يقدروا يسافروا، بحيث ان يبقى في مدربين تقدر تسافر مع اللعيبه. الاعلام يركز على رياضه التنس، بحيث ان هو الراعي هيجي لما يشوف ان اللعبه منتشره، لما الاعلام بيتكلم عليها، فبالنسبه السبونسر هيقدر يجي يرعى اللاعب. في شويه مواصفات للاعيبه التنس لازم تبقى موجوده فيه. يبقى رشيق في الملعب، يبقى سرعه رد فعله موجوده، يبقى مرن، يبقى صبور، يقدر يركز لاطول فتره ممكنه. طبعا الحاجات دي بتيجي مع التمرين، مع الالتزام بمواعيد التمرين، مع الالتزام بتعليمات المدرب. لو حابب تمارس لعبة تنس، فهم 3 أماكن تقدر تمارسهم في جامعتك. أكيد فيها ملعب تنس تقدر تمارسها هناك مع أي حد من زمايلك. في أي نادي أنت مشترك فيه في ملاعب تنس، وهتلاقي فيه مدربين. يا إما في استاد القاهرة تقدر تيجي أنت وصاحبك المدرب بتاعك تمارسوا رياضة التنس. انا دلوقتي بخلص فتره اعدادي، بجهز لبطوله الاي تي بي في قطر، وبطوله الاستراليا المفتوحه، لاحدى البطولات الكبرى اللي بيشارك فيها المصنفين الاوائل على العالم: رافائيل نادال، روجر فيدرر، جوكوفيتش. كل ابطال التنس موجودين هناك. طبعا البطوله دي بنامل ان انا اقدر اعمل فيها، اوصل لادوار متقدمه، بحيث ان انا اقدر احقق ترتيب متقدم، اقدر ادخل جوه التوب 100 وما نقفش على اللي احنا وصلنا له. لا بالعكس، احنا نحاول
نتقدم في ترتيب ونوصل لترتيبات اعلى.